أولا نترحم على أرواح شهداء انتفاضة 2 ديسمبر، الزعيم القائد علي عبد الله صالح رحمه الله، ورفيق دربه الشهيد عارف الزوكة ومن استشهد معهم، وكذلك نترحم على أخي نبيل رحمه الله الذي استشهد في 2014 في الرضمة. يعني هذا هي تعرف خطر الحوثي من زمان، وانتفاضة 2 ديسمبر هي ليست حديث اليوم أو حديث 7 سنين، هي امتداد لثورة 26 من سبتمبر المجيدة الذي قاومت الكهنوت والإمامة والسلالية. هذه الأيام كانت سلالية، الآن أصبحت 12 ذيل من ديول إيران. يعني اليوم وأصبحت الصورة أوضح. أصبحت الصورة أوضح. وأصبح في الانتفاضة التفاف كان فيها الإصلاحي والمؤتمري الآن أصبح الناس توحدوا ضد الحوثي، وكان فيه انقسام من قبل، فالانتفاضة وحدت الصف. والآن كما تشاهد كل الناس ملتفين، وندعوهم للالتفاف جميعا لاجتثاث هذا الذمة الخبيثة الذيل من ديول إيران، لأن ذيل إيران إذا دخل في أي بلاد ما يوجد لها إلا الهلاك والنزيف، مثل ما نرى في لبنان وفي سوريا وفي العراق. أنهوا العراق، يعني العراق يعني حضارة نفس حضارة اليمن، فأنهوها. فهذا الانتفاضة لا بد للناس أن يذكروها في كل يوم وفي كل عام، وكل إنسان قاتل الحوثي له الشكر الجزيل، وهذا واجب على كل يمني حر أن يقاتل الحوثي وأن يعيد الجمهورية إلى حضان الوطن والشعب. طيب الآن أنت تحدث عن جزئية مهمة. اليوم احنا بنتكلم عن الاصطفاف الوطني، يعني كان في ما رأيناه في الساحل الغربي من التفاف، يعني مجموعة كبيرة بمختلف مشاربهم وتبايناتهم طبعا السياسية والاختلافات، لكن رأيناهم اليوم يقفون صفا واحدا يوجهون بوصلتهم نحو صنعاء. إلى أي مدى نحن بحاجة إلى هذا الاصطفاف الآن بعد تكشف كل هذه الحقائق، وبعدما يعني ظهرت هذه الميليشيات بكل ما لديها من أوراق أمام الشعب؟ والله يا طويل العمر، الآن هي اللحظة الحاسمة، وطريق الانطلاقة أصبحت واضحة لجميع الشعب اليمني. والالتفاف في الساحل الغربي نراه، يعني كل يوم يكون هناك تحشيد، وكل يوم هناك تجهيز، وهناك جيش منظم، يعني وكل الناس بتلتف. وندعو إخواننا جميعا بالالتفاف، سواء من مارب إلى عدن إلى العمالقة إلى أخواننا في كل أنحاء وبقاع الوطن اليمني بتحرير الوطن. ونطلب من أخواننا في التحالف أن يجدوا ويجتهدوا، هم جزاهم الله خير ما قصروا. والآن نطلب منهم الاستمرار، لأنه أصبح الآن الحوثي هو خطر مش على اليمن بس، احنا اليمن قد أصبحنا قاتلنا قد استشهدنا، الآن الخطر هو بيكون على أخواننا في الجوار. الحوثي هو لا يدور اليمن فقط، وإنما بيبحث أنه يشيل النسل والحرث والنسل سواء من اليمن لا ما يوصل إيران. والآن يعني في البداية يعني جلب الحرب لليمن كما رأينا، وتدخلات يعني جعلنا أرضية للتدخلات بمختلف أنواعها، سواء في الوطن العربي أو الآن أمريكا وبريطانيا. الآن بعد الإدراك بعد هذه الخطوات الحوثية الواضحة، يعني باتجاه الملاحة البحرية، باتجاه استهداف يعني الدول، هذا هل ترى بأن الدول وصلت إلى أيضا قناعة باجتثاث هذه الجماعة؟ وكذلك هل ترى بأن هناك يعني سيكون دعم للحراك الشعبي أو الانتفاضة الشعبية قد تقوم قريبا ضد هذه الجماعة؟ والله يا طويل العمر، الآن هي واضحة للجميع وللجميع العالم، مش ما بالله دول الجوار. دول الجوار احنا وياهم شرفنا واحد وكرامتنا واحدة ودمنا واحد. والآن الحوثي هذا هو ليس حزب سياسي، وإنما طائفة من طوائف وذيل من ذيول إيران الذي تريد أنها تدخل في العمق العربي والإسلامي وتنشر سمومها، سواء في المملكة العربية السعودية أو في الإمارات أو حتى في كل الدول. فوجود الحوثي وضربه للسفن في البحر الأحمر ما هو إلا دعوة لدول الغرب أن يجعل اليمن خصبة للإرهابيين وللقصف، وأن يدمر
البنية التحتية لليمن، ويدمر تراثنا ويدمر آثارنا ويدمر غازنا ونفطنا. هو ما يهمه الآثار اليمنية لأنه هو أصله مش من اليمن، هو متورد من خارج اليمن. نعم. طيب الآن كل ما رأيناه إلى اليوم من بعد 7 سنوات من الحراك الشعبي لم تتوقف مثل هذه الانتفاضات على الإطلاق. يعني ما رأينا في حجور وفي البيضاء نعم وفي نعم. إب، يعني حتى على مستوى بعض الشخصيات وتعذيبهم لبعض الناشطين مثلا وخروجهم بهذه الكيفية. يعني هل ترى بأن هذه الانتفاضة يعني قريبة على هذه الجماعة، خصوصا أننا نرى في كل مرة يعني حركات أكبر من ذي قبل؟ والله يا سيد الناس، الانتفاضات لا زالت وستقوم دائما، والحوثي سيقوم أنه يستهدف الشخصيات الاجتماعية حتى الذي تحته وتحت كنفه. فإذا لم يلتف والناس، وهذا الانتفاضة الثاني من سبتمبر أصبحت طريق الثاني من ديسمبر أصبحت طريق لالتفاف جميع الأحرار ضد الحوثي، لأن الحوثي الآن بيقتل هذا، وزاد قتل علينا واحد من أعيان محافظة إب أبو شعر وهو ماشي في الطريقة المسبلة. فهو لن يحترم إنسان، لا يفكر إنسان إن قد أنا محافظ ولا وزير ولا مدير ناحية إن قد يخليني الحوثي. هو إذا انتهى من المناهضة ومن الحرب حقه هو باي يشتثهم ويخليهم عبيد عنده، هو السيد. طيب القبائل طالما أنت ذكرتهم، هل أيضا وصلوا إلى مرحلة الوعي هذا؟ يعني من أول يعني ما دخلت صنعاء يعني وفي طريقها من عمران يعني كانت تستهدف القبيلة، تستهدف رموز القبيلة، وأصبح هذا نهجها يعني حتى وصولها إلى أكثر من منطقة. هل القبائل ومشايخ القبائل وصلوا إلى هذه القناعة؟ نعم، هم مقتنعين من نفس اللحظة، وأن